أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. لعل موضوعنا لهذه الحلقة متضح من هذه الآية الكريمة، ألا وهو في رحاب القرآن. نعم. الموضوع هذا يا أخي عبد الرحمن يمثل الثقل الأكبر عند الأمة الإسلامية. موضوعنا القرآن الكريم، فهو المثقال أو الثقل الأكبر الموجود في الأمة الإسلامية. نعم. وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا أن نتمسك به مع سنته الحنيفة. فمن تمسك بهما لن يضل أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن، دام موضوعنا يتكلم عن القرآن الكريم، فلا بد أن نضع له اهتمام خاص وأخص في شهرنا الفضيل، هو شهر رمضان المبارك، وأخص من ذلك هو العشر الأواخر. جميل. فتجد سبحان الله خصوصا الآن مع نهاية شهر رمضان المبارك لابد أن نشمر الساعد ونبدأ بجد، خاصة في العشر الأواخر. فنهيئ نفسنا بأن أقل شيء نحصل على ختمة في العشر الأواخر الأخيرة من القرآن الكريم. وطبعا القرآن الكريم هو كما تعلم قد ويعلم الجميع هو خير معين لك في هذه الدنيا، ومن أو أفضل رفيق موجود في هذه الدنيا. فتجد سبحان الله بعض الرفاق تجد سبحان الله لا تجد فيه الوفاء، لا تجد فيه سبحان الله الصدق والإخلاص، تجد سبحان الله مرجعك الأول والأخير ورفيقك الدائم إذا تعاملت معه وتعرفت عليه بشكل جيد هو القرآن الكريم. فيجد سبحان الله القرآن الكريم هو خير رفيق لك في هذه الحياة الدنيا. نعم. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، يقول: اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. نعم. زيادة في هدى أو نقصان من عمى. فمجالستك لكتاب، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمجالستك لكتاب الله عز وجل أما أن تزيدك في الخير ولا شك في ذلك، وأما أن تزيدك وتنقص من شر أو من ضلالة فيك. نعم. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن، كما هو معتاد أو كما هو معروف في حلقاتنا، دائما نضع الموضوع ونربطه بصحابي. جميل. فسبحان الله اليوم موضوعنا هو القرآن الكريم. فسبحان الله أفضل من نتمثل بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابينا لهذا اليوم هو من أفضل من كان يقرأ القرآن الكريم من الصحابة، بل قد كان أفضلهم. صحابينا لهذه الحلقة كان من أفضل من يقرأ القرآن الكريم عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أفضلهم كما يقال. نعم. لأننا نذكر في سيرة هذا الصحابي أنه كان يعرف عنه الأمانة منذ نعومة أظفاره، فكان دارج بين سكان مكة وفي قريش أن هذا الشخص عرف بالأمانة. وحتى أيضا قبل إسلامه كان هذا الغلام يرعى الأغنام ويعني بالشعاب والأودية. كان معروف عنه أولا الأمانة والصدق، وكان أيضا معروف عنه أنه يرعى الأغنام في الشعب. هذه نبذة بسيطة عن حياته قبل الإسلام. أيضا سبحان الله أخي عبد الرحمن، بعد إسلامه أصبح من الأشخاص الذين يرعون الأغنام إلى خادم. بعد أن انتهى من مهنة رعاة الأغنام أصبح يعني يعمل خادما لأعظم الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يعمل عنده بعد ما انتهى من مهنة رعي الأغنام إلى خادم لأعظم الخلق، وهو سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحان الله. ولا يوجد أعظم ولا أشرف من أن تكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. صحابينا لهذه الحلقة يا أنس كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل،
عندما أذكر لك ملازمة الظل، شوف الظل كيف يكون ملاصق لك. كان هذا الشخص يعرف دائما أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان أيضا يلازمه في كل مكان، ولا عجب في أنه أصبح يعني من الصحابة الذين اختصوا بكتاب الله عز وجل. فكان ملازما في لظل النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، حتى أنه كان يوقظه إذا نام ويلبسه نعليه ويحمل له عصاه وسواكه. دعنا أخي عبد الرحمن ناخذ مداخلة مع شيخنا الفاضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أيها الشباب. يا مرحبا، حياك الله الشيخ محمد جمعة. يا مرحبا، حياك الله. وحياكم الله أحبابي. أنا سمعتكم تتكلموا عن يعني القرآن وكيف يتأثر الشباب بالقرآن. نعم. في الحقيقة أنا بس وصيتي للشباب أقول لهم القرآن هذا، يعني لو تخيلنا أنه مثلا إنسان لو جاته وصية من والده يقول له يا بني هذه وصية العمر احرص عليها وإياك أن تضيع منها ولا وصية واحدة، هذه أمانة في رقبتك. كيف كان الإنسان سوف يتعامل مع وصية والده؟ طيب لو كانت هذه الوصية جاءته مثلا من رئيس بلده، يا فلان ابن فلان أنا اخترتك من بين كل المواطنين في هذا البلد أن أوصيك بوصية كذا وكذا وكذا، كيف سيعتني بها؟ ما فيها شك. طيب لو افترضنا أن هذه الوصية جاءتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ويقول لك يا فلان ابن فلان أنا محمد بن عبد الله هذه وصيتي لك من بين أمة محمد كلها، فكيف يا إخوة هذه الوصية هي وصية حقيقية والله من الله جل وعلا لكل شاب لكل مسلم. هذا القرآن هي وصية الله لنا بأسمائنا نحن. رب سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن فردا فردا. فأنا أقول يا شباب فيما بقي من هذا الشهر اغتنموا تدبر القرآن، اغتنموا أن تطبقوا كل آية تسمعوها في حياتكم. هكذا كان يفعل الصحابة. عائشة قالت كنا نحفظ نسمع الخمس الآيات من القرآن لا نتجاوزهن حتى نحفظهن ونعمل بهن. فجزاكم الله خير، وربنا يعني يجعلكم يا رب من المتدبرين لكتاب الله والعاملين به. الله يجزاك خير شيخنا الفاضل، ونشكرك على مداخلتك الجميلة والطيبة ومعلوماتك المهمة جدا. جزاك الله شيخنا الفاضل. دعنا أخي عبد الرحمن نعود إلى محور حديثنا وهو في رحاب القرآن الكريم، لكن دعنا نستقبل اتصال ونعود ونستكمل الحديث معك أخي عبد الرحمن. اتصال أول نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. من معي؟ ياسر محمد عبده. يا مرحبا، حياك. من الرياض. حياك الله يا ياسر. من وين تكلمني يا ياسر؟ من الرياض. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا ياسر. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ إيه. تفضل. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شكرا لك أخي ياسر، وإن شاء الله تفوز معنا يوم الجمعة بإذن الله. ألو. الو الو السلام عليكم. الو اتصال اخر. عليكم السلام. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. من معي ومن تكلمينا؟ عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا، يا مرحبا. ألو. عبد الرحمن أحمد. عبد الرحمن أحمد. حياك الله يا بطل. من تكلمنا يا عبد الرحمن؟ عبد الله ابن سعود. عبد الله ابن مسعود. مسعود. يعطيك العافية يا بطل يا عبد الرحمن. من وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟ من الرياض. من الرياض؟ الله يعطيك العافية يا عبد الرحمن، إن شاء الله تفوز معنا بالجائزة. نستقبل اتصال آخر وضيف الآخر عبد الرحمن. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي تسمعني؟ أسمعك. حياك الله. من معي؟ معاك ريان محمد عبد الله من اسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أخ ريان. من وين تكلمني ريان؟ الله يحييك.
من اسطنبول. من اسطنبول، يا مرحبا، حياك الله. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ريان من اسطنبول. أتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله يوم الجمعة أخي ريان. نعم. نستكمل حديثنا حول هذا الصحابي الجليل. يذكر عن صحابينا لهذه الحلقة أنه كان ملازما للقرآن. دعني أنس نستكمل حديثنا الشيق بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر. بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حديثنا حول صحابينا لهذه الحلقة مع أخي أنس بيان. تفضل يا أنس. نعم أخي عبد الرحمن، نستكمل حديثنا ودعنا نذكر بعض القصص المشهورة الذي اشتهر به صحابينا الجليل لهذه الحلقة، وهي طبعا قصصه المشهورة هي مع القرآن الكريم، عندما كان قائما يصلي والرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر واقفين يستمعون لقراءته، فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فسبحان الله، كان واقف هو يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وسمعوا صحابينا الجليل هذه الحلقة يقرأ القرآن، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبو بكر وعمر، قال لهم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. نعم. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي هذه الحلقة. ولدينا حديث آخر يتكلم به الصحابي عن نفسه، يقول: والله الذي لا إله إلا هو، يقسم هذا الصحابي يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. لعلنا نكمل هذا الحديث، لكن بعد هذا الاتصال متسابق جديد وضيف جديد، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخو الفاضل. من أين تكلمنا؟ أكلمك من السودان. من معي؟ ما سمعك والله. مازن؟ أكلم اسمي عمر محمد الحافظ. اسمك بالكامل مازن ايش؟ عمر محمد الحافظ الاسم.
صوتك مو واضح يا مازن. لا لو تقرب التليفون. اسم الصحابي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود إجابتك، لكن ودنا نعيد اسمك مرة ثانية، اسمك بالكامل. مازن إيش؟ أخوي مازن. ألو تسمعني مازن؟ عمر محمد الحافظ، مو مازن، عمر. عمر محمد الحافظ، المعذرة منك أخي عمر. إجابتك كانت عبد الله بن مسعود صحيح؟ طيب شاكر لك أخي عمر. دعنا أخي عبد الرحمن ندخل في اتصال آخر. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك أخي الفاضل، من معي ومن وين تكلمنا؟ معك مهند طارق من السودان. الأخ مهند طارق من السودان، يا مرحبا، حياك الله يا مهند. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله عز وجل يوم الجمعة أخي مهند. طيب نستقبل اتصال جديد، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. الجواب عبد الله بن مسعود. الاسم من تكلمينا؟ مها نقاش محمد من الرياض. مها نقاش محمد من الرياض. من انت الإجابة عبد الله بن مسعود صحيح؟ أيوة عبد الله بن مسعود. جزاك الله خير أختي مها، ونتمنى لك حظا طيبا. طيب أخي عبد الرحمن، دعنا نأخذ اتصال آخر. نقول السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا، من معي ومن وين تكلمني؟ معك آية الصادق من السودان. آية الصادق من السودان، يا مرحبا بالأخت آية. هل عرفتي الصحابية أو الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، عبد الله بن مسعود. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، نتمنى لك حظا طيبا أختي آية يوم الجمعة بإذن الله. اتصال جديد، نستقبل اتصال آخر، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم علي جمال من اسطنبول. حياك الله أخي علي جمال، ما شاء الله داخل متحمس. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الله يعطيك العافية أخي علي، ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر وضيف آخر، نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أخي هل تسمعني؟ السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله، من معي؟ معك أسامة إدريس يا أخي. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا أستاذ أسامة. من وين تكلمني يا أستاذ أسامة؟ الله يحييك، كلمت من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله يا أسامة. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ اي نعم، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. أسامة من تركيا، نتمنى لك حظا طيبا أخي أسامة إن شاء الله يوم الجمعة. اتصال جديد وعندك سابق جديد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من معي من تكلمنا؟ معك نبيل أمين علي من الرياض. نبيل أمين علي من الرياض، حياك الله أخوي نبيل. تعرفت على الصحابي؟ الله يحييك. إيه الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شاكر لك أخي نبيل. لا نستقبل أخي عبد الرحمن اتصال آخر، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، من معي؟ زبيدة سليمان. زبيدة سليمان، يا مرحبا، حياك الله أختي زبيدة. من وين تكلميني؟ من اسكتلند. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أختي زبيدة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة أو الصحابي؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نتمنى لك حظا طيبا أختي زبيدة بإذن الله في السحب الأكبر يوم الجمعة. نستقبل اتصال جديد، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخي الفاضل، من معي ومن تكلمنا؟ من معي؟ رحمة. حياك الله أختي رحمة، من وين تكلمينا؟ من السعودية. حياك الله. هل تعرفتي على الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
نتمنى لك حظا طيبا أختي رحمة. إلى اتصال. السلام عليكم. إلى اتصال آخر، ضيف آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، يا مرحبا. من معي؟ معاكم محمد ماجد. من وين تكلمني يا أخ محمد؟ السودان. يا مرحبا، حياك الله ويا مرحبا بأهلنا وأحبابنا من السودان. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة أخي محمد؟ الله يديك العافية. الله يحييك. الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله عز وجل في السحب الأكبر يوم الجمعة. وإلى اتصال آخر وهو آخر اتصال معنا لهذه الحلقة، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخو الفاضل، من معي ومن تكلمنا؟ معك سامي محمد من السودان. سامي محمد من السودان، حياك الله أخوي سامي. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ أجل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شاكر لك يا أخي سامي وجزاك الله خير على تواصلك. لعلنا وصلنا وإياك إلى نهاية هذه الحلقة. الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم لمحطة ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله غدا عند الساعة 4:30 بتوقيت أسمرة. كونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيم. أبورح رمضان بركاني قرآن نسخان بيتسبكان كوينكم سمعوا كتقرأ إنك اللخا دو عيتبل قرأ مليسكا